السلام عليكم يا شعبي العزيز. باختصار سامحوني التزوير اللي أنا شاركت فيه شخصيا. حاب نصارحكم باش تعرفوا الحقيقة ويرتاح خاطري وضميري. نوريكمش وجهي على خاطر نحافظ على روحي وعلى العائلة ديالي، فهمتخو؟ المهم تفهموا العملية كيفاش صارت. أنا واحد من العناصر الأمنية. قبل الانتخابات كانوا القادة ديالنا يستدعونا للاجتماعات ويورونا الرئيس ديالنا، يعني بطريقة يقول باللي تفوتوا أو يجيكم نيتو. كان هذا الكلام موجه للأمن بالدرجة الأولى، وكانوا يقولوا لنا لازم نرفعوا نسبة المشاركة حتى لا يأتي النيتو، وكانوا يخوفوا فينا ويقولوا لنا لازم نزوروا باش نقضوا الجزائر وإلا نبقى نفس المصير ديال ليبيا وكتائب القذافي و إلى آخره. المهم هم قاموا بتزوير كبير في القوائم الانتخابية، زادوا أسماء ما كانش يا أخو وهمية، وقاموا بعمل بطاقات تعريف وطنية لهذه الأسماء لكنها تحمل الفوتو ديالنا، وكذلك عملوا بطاقات الناخب بهذه الأسماء ووزعوها علينا، حيث رجل أمن واحد يمكنه الانتخاب 20 مرة. يعني في كل مرة، يعني في كل مركز ينتخب ببطاقة جديدة. أنا نحكي على نفسي، انتخبت أكثر من 20 مرة وما نكذبش عليكم، أعطونا امتيازات ومبالغ لا بأس بها. المهم العشان اللي شفتوها في يوم 10 ماي كان أكثر من النصف عناصر أمنية. يعني إذا كان مكتب انتخابي ما فيه 600 مسجل، أعلم أن نصفها أسماء وهمية ونحن من يصوت باسمها. نزيد نقول لك، أعطونا قارورات صغيرة فيها مادة مزيلة للحبر العالق نتيجة البصمة، حتى كل مرة تبصم. نقول لكم خاوتي أنا عملت بزاف مع هذا النظام، والانتخابات ما تفيدش. شوفوا طريقة أخرى باش تغيروا. اللي ما صدقش كلامي وقادر يعمل تحقيق يروح يلقى كلامي سيفرض إن شاء الله. وسامحوني سامحوني سامحوني.